النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فقال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج عليهم رجل نعلاه في يده تقطر لحيته من الوضوء، فسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم الثاني حصل مثل ذلك، في اليوم الثالث حصل مثل ذلك، يطلع هذا الرجل على صفته وهيئته ويقول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: إنه حصل بيني وبين أبي مشادة ومخالفة، وإني أريد أن أذهب معك، يعني إلى بيتك. فرحب به هذا الرجل وذهب معه ونام عنده، فما رآه يقوم من الليل ولا رآه يعني في زيادة عمل، إلا أنه كلما انتبه ذكر الله عز وجل وتوجه إلى القبلة وذكر الله عز وجل. ما زال معه 3 أيام، ثم قال له: إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء مما ذكرته، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أصاحبك لأرى ماذا تعمل، فلم أرك تعمل شيئا كثيرا. فقال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أنه ليس في صدري غل على أحد. فقال: هذه التي لا نطيقها، هذه التي ذكرتها هي التي خصك الله بها، وهو أنك لا تجد في صدرك حرج على أحد، وهذه لا نطيقها. الإنسان يعني يكون فيه شيء من الشدة على خصمه وعلى من حوله. فهذا حاصل هذه القصة، استفيد